أبو عائشة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. حياكم الله يا دكتور، كيف حالك؟ الله يسلمك ويحفظك. أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور بارك الله فيك، أنا عندي 3 ملاحظات بارك الله فيك في الموضوع، في موضوع علي بن أبي طالب عليه السلام. لا 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 أستاذ أبو عائشة، أنا كنت أسمع لك لما كان هذاك البرنامج نتاع سير وعبر. شوف، أنا من الناس اللي يلتزموا بوحدة الموضوع. كلمني الليلة على غزوة تبوك، لما نكونوا نتكلموا في موضوع آخر مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا بالعريفي، مرحبا بالخميس، مرحبا بهم كلهم، لكن وحدة الموضوع مطلوبة. أنا الليلة تكلمت على تبوك، إذا كش ما كذبت ولا زدت ولا نقصت ولا دلست، أما تجيب لي موضوع آخر غير موضوع الليلة هذا فيه تشويش على أذهاننا. اتفضل. طيب سمع فضيلة الدكتور. نعم. الآن لما ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك، إيه، وترك علي عليه السلام في المدينة. نعم. المنافقون تكلموا وقالوا ما تركه إلا استثقالا له. نعم. علي بن أبي طالب عليه السلام لحق بالنبي صلى الله عليه وآله. نعم. وقال يا رسول الله أتخلفني بين النساء والصبيان؟ الآن الإمام علي عليه السلام هنا يعترض على النبي صلى الله عليه وآله. لا لا، اسمع أبو عائشة، لا تتكلم باسم الإمام علي. الإمام علي ما قال مثل ما قلت أنت، قال له يا رسول الله زعم المنافقون أنك تركتني استثقالا. ها هو ايش قال الإمام علي؟ ما اعترض على النبي، وصل له بلغ له الزعم نتاع المنافقين. أنت الآن جاي تدلس، أنت الآن جاي تعمل مثل السيوطي. النبي قال له يا رسول الله زعم المنافقون أنك تركتني استثقالا، وهم هكذا حابين حتى يديه معاه. اتفضل اتكلم. طيب دعني أكمل بارك الله فيك. اي تكمل وانت صواب. فلما لحق بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما رأى أن الإمام عليه السلام قد غضب وحزن لتركه أو تخلفه من المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ترضية لخاطره ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام؟ لحظة، هذه ترضية لخاطره من عندك ولا من عند النبي؟ لا واضحة يا الدكتور. لا مش واضحة. لو كانت واضحة تكون عندي أنا أيضا واضحة. لو كانت واضحة مثل ما هي واضحة عندك تكون عندي واضحة. أنا عندي مستحيلة. النبي ما يتعامل بترضية الخاطر، النبي ما يرضي خاطر أي إنسان. هذا التزوير بالكتب اللي جاي تنشرها أنتوا تريدوا تقدموا الإمام علي على أساس أن إنسان. الإمام علي والثاني بعد رسول الله. الإمام علي أفضل من موسى وعيسى وهارون وسليمان وأيوب وداود وزكريا ويحيى وإسماعيل أشرف من هذول كلهم، لأنه يجي بعد النبي مثل ما يجي هارون بعد موسى. اتكلم من عندك، لا تنسب للنبي تقولي طيب الخاطر، مو من حقك تراها. النبي مو تاعك وحدك. اتكلم. دعني أكمل بارك الله فيك. كل ما تصد العبد يوقفك. أنا مثل الحكم بتاع المقابلة، تسلل هذا هو. اتفضل. طيب دكتور دعني أكمل بارك الله فيك. طيب لما قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. أولا النبي لما قال له ذلك يا دكتور قال له لم تطيبا لخاطره. من قال تطيبا لخاطره؟ اسمع انا راني مو مثل الاخرين، انا نتكلم مع كل واحد على حسب عقله. هاي تطيبا لخاطره منين جبتها؟ لماذا لم يقل النبي يا علي انا اطيب خاطرك الان؟ شوف هاو قدام الناس الكل، لو كان ما يظهرش باللي النبي قال له إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، من اللحظة هذه ما يزيدوا الناس يشوفوني على أي شاشة. هي مستعد تقامر؟ مستعد تراهن؟ على ماذا أراهن؟ لا على هذه. كاين قال له إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، كاينة ولا لا؟
لا لا لم يقل ذلك، ما يقول لم ذلك. يقل. ستوب أحدث، حبسوا. طلع لي الله يسلمك. هذا موجود في مستدرك على الصحيحين للحاكم، وموجود في مسند أحمد، وصححه الذهبي في التلخيص. فأنت الآن بما أنك كذبت، اللهم إلا أن تعتذر للمشاهدين، قلت لم يقله أو التسجيل موجود. غدوة إن شاء الله أنا نطلب إن شاء الله من المخرج نتاع البرنامج أن نعاود التسجيل. هاكم سمعتوا يا معشر المشاهدين، قال لم يقل ذلك. أنا لو كان يطلع باللي لم يقل ذلك ما تزيدوا تشوفوني على أي شاشة، لكن لو كان يطلع قال ذلك الشيخ أبو عائشة إمام المسجد في الرياض هو وعمه السيوطي شيء واحد. هذا هو. وانا اعطيتك وقت اكثر من الناس، عاده احنا نمدوا 3 دقائق فقط، بس انا شوف انا راح اعطيك فرصه ثانيه، وروح ابحث في المستدرك على الصحيحين باسناد صحيح صححه الذهبي الحاخام، وروح شوف في مسند احمد. اذا ما طلعش قال له انه لا ينبغي ان اذهب الا وخليفتي، عندك حق. بس اذا ظهر قالها الكلام ما هو لي ولا ليك، للأصوليين. ما معنى لا ينبغي أن؟ ما معنى؟ مو لا لي ولا ليك الكلام.